السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير، وهذا لا فيديو يلقاكم في صحه جيده. مرحبا بكم في قناه شهيوات سهيله مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كراطان بصدر الدجاج والبطاطا والخضره اللي كيجي لذيذ بزاف وصحي، وفعلا البنات كيجي اكثر من رائع ومعلق كيف مشوا معايا. كنتمنى البنات الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى كذلك تتبعوا معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. وبلا ما نطول عليكم البنات نخليكم مع الوصفه وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنحتاج ليها واحد الحبه ديال الخيزو قطعتها على قطع مربعات صغار، وبصله هي قطعتها قطع صغار. هنا عندي فلفله حمراء وفلفله خضراء، ممكن ديروا حتى الصفراء الا كانت، وواحد شويه ديال الجلبانه. وعندي هنايا صدر ديال الدجاج، انا من قبل كنت دايره في المجمد ونسيت ما جبدتوش، داكشي علاش كيبان لكم هكا يعني باقي مجمد. قطعته على مقطع على قطع مربعات. اول حاجه البنات كناخذ هنا مقيله كندير فيها هذيك البصله، كنضيف ليها واحد شويه ديال الزيت، غادي نضيف كذلك شويه ديال الملح وشويه ديال البزار. صافي البنات غادي نرد هاد المقيله فوق العافيه حتى تشحر ليا شويه هذيك البصله مع داك الزيت ومع الملح والبزار. من بعد غادي نضيف ليه هذاك الصدر ديال الدجاج، وغادي نخليه يتشحر واحد شويه. في نفس الوقت يطلق لينا هذاك الدجاج، نضيف غير واحد شويه ديال الماء فين غادي يطلق هذاك الدجاج. ممكن تعوضوه بالكفته، ممكن كذلك تعوضوه حسب الصدر ديال لاداند. صافي البنات كيف مشوا معايا، من بعد ما نطلق هذاك الدجاج ويعني تحل يعني مبقاش جامد، ونضيف ليه هنايا الخضره اللي عندي، الجلبانه والفلافل وحتى الجزر، ونحاول نخلط جميع العناصر باش يندمجوا مع بعضياتهم. من بعد البنات غادي نضيف هنايا واحد نصف ملعقه من الفلفل الاحمر يعني التحميره، وكذلك غادي نضيف هنايا صلصه ديال الطماطم اولا، تقريبا واحد 2 معالق كبار. الا ما كانتش ممكن تعوضوها بمعلقه كبيره ديال صلصه ديال الطماطم يعني معجون الطماطم. صافي البنات من بعد ما خلط جميع العناصر كيف مشوا معايا، غادي ندير هنا واحد المقدار ديال الكاس ديال الماء، وغادي نخلي داكشي يطيب على خاطرو. وطبيعه الحال ضروري ما تغطيو المقيله ديالتكم. هنا البنات غادي ناخذ هنايا هاد البطاطا قطعتها على شكل دوائر يعني بحال شكل ديال الشيبس، ولكن تكون غليظه واحد شويه. صافي غادي نديرها هنايا تقله، وغادي ندوز هنا البنات باش نحضر معكم صلصه البيشاميل اللي كنحتاج ليها معلقه كبيره ديال الزبده، شويه الملح، شويه البزار، ومعلقه ديال الدقيق، وزوج شاشي يعني ديال الفرماج ديال الساندويتش. وبالنسبه لبنات الفرماج غاسترو ميكس يعني موتزاريلا والفرماج الاحمر غادي نخليه حتى الاخر، غادي نزين به الكراطان. بطبيعه الحال غادي نحتاج للحليب. كيف ما شفتوا معايا البنات الطريقه ديال البيشاميل، ذوبت هنايا هذه الملعقه كبيره ديال الزبده، من بعد غادي نضيف لها هذيك الملعقه ديال الدقيق الابيض، ونحاول انني نخلط مزيان حتى يبان لنا بلي راه اندمج هذاك الدقيق مع الزبده. وغادي نضيف هنايا القياس ديال الحليب. بالنسبه للبنات القياس صراحه ما عبرتش، تقريبا واحد نصف اطر ديال الحليب باش يلاه يقدنا، حيتاش انا درت معلقه كبيره ديال الزبده مملوءه جيدا، ومعلقه كذلك ديال الدقيق حتى هي تكون عامره باش كيعطينا واحد الكونتيتي ديال البيشاميل اللي تكون كثيره. نضيف هنايا الملح والبزار، ونعاود نضيف الحليب حتى ناخذ يعني داك القوام اللي انا بغيت، ما يكونش عقد بزاف في نفس الوقت ما يكونش خفيف بزاف. نضيف هنايا الفرماج اللي كيبقى اختياري بطبيعه الحال، كان متوفر ديروه، ما كانش متوفر ممكن تستغناو عليه. صافي غادي نستمر هنا بالخليط حتى يندمج ليا هذا البيشاميل. وغادي ندوز هنايا باش نحضر معكم الطريقه ديال الكراتان. غادي ندير هنايا البطاطا اللي قليت كيف ما وريتكم من قبل، ممكن البنات تدخلوها الفران، يعني ما كنتوش باغيين تقليوها ممكن تدخلوها الفرن على حسب الرغبه ديال كل واحد. نحاول نفرشها هكذا يعني كطبقه اولى في المول ديالي. وغادي نسقيها هنايا بواحد شويه ديال البيشاميل.
صدقوني البنات هاد الكراتان كيجي رائع رائع بزاف، وحتى التحضير ديالو كيجي ساهل. وكيف ما شفتوا معايا يعني فيه الخضره، بالنسبه للوليدات الصغار ما كياكلوش الخضر غادي ياكلوه ان شاء الله في هاد الكراتان. صافي البنات، من بعد ما طابت لي المقيله ديالتي وخليتها تشحرات مزيان نشفات من هذاك الماء ديالها، غادي نخوي بحال هكذا هاد الخليط فوق من البطاطا والبيشاميل. من بعد البنات غادي ناخذ هنايا هاد الفرماج او الموتزاريلا ديال غاسترو ميكس، كيكون زوين بزاف البنات. هذا ديال يعني مجموعين فيه الفرماج، يعني زوين بزاف البنات وكيتعلق. غادي ناخذ واحد طريف منه. وبالنسبه للاحتفاظ ديالو يعني بغيتو تحتفظوا به، راه ديجا حطيت لكم واحد الفيديو غادي تلقاوه في القناه ديالي، ما عليكم غير تهبطوا الفيديوهات لتحت غادي تلقاو كيفيه الاحتفاظ بالفرماج. المهم تاخذوا القياس اللي نتوما بغيتو، وتا هو البنات الا كان متوفر ديروا، ما كانش متوفر ممكن تستغناو عليه على حسب الرغبه ديال كل واحد. غير هو كيعطي واحد التعليكه زوينه بزاف لهاد الكراتان، وفي نفس الوقت يعني كيجي بنين، كيزيد لي واحد البنه. نحاول نقطعو بحال هكايا لي طرونش يكونوا رقاق. صافي غادي نبقى نحط فيه بحال هكذا فوق من الكراتان ديالنا. ممكن كذلك تحكوه يعني ديروه رابي، يعني كل واحد يعني على حسب الرغبه ديال كل واحد. هنا زدت واحد شويه البنات، لقيتو بلي ما قدنيش وعاود قطعت واحد شويه. صافي وغادي نضيف هنايا ديك الصلصه ديال البيشاميل اللي كانت باقا ليا. بالنسبه للبنات البيشاميل راه ملي كيبدا كيبرد كيبان لكم بلي راه عقد. انا هنايا راه عاود زدت واحد شويه ديال الحليب، عاد عاود ضفتو على الكراتان ديالي. يعني راه بان لكم بلي راه عقد، يعني خليتوه برد وبان لكم راه عقد، ضيفوا ليه واحد شويه ديال الحليب وعاودوا خلطوا. صافي راه كتحصلوا على القوام المناسب. صافي البنات هنايا غادي ناخذ الفرماج الاحمر، انا كنستعمل هذا ديال التاج. ديجا كنت واخده يعني كره وقطعتها على شكل هكذا قطع، وغلفتهم بهذا السلوفان وكنحتفظ بهم في الثلاجه. وقت اللي بغيتهم كنجبد بحال هكذا بالطريف كناخذ منه القياس اللي بغيت، ومن بعد كنعاود نغلفه بالسلوفان ونرجعو للثلاجه. من الاحسن البنات ديروه غير في الثلاجه لتحت بلا من المجمد. قطعوه غير طريفات كيف ما قلت لكم بحال هكذا، وغلفوه بالسلوفان وحطوه يعني في الثلاجه لتحت. وقت ما بغيتوه راه كتلقاوه عفوا. صافي البنات غادي ناخذ هكذا واحد الطريف منه، غادي نحاول انني نحكو بحال هكذا من الفوق ديال الكراتان ديالي من الفوق. وفي هذا الاثناء انا راني سخنت الفرن ديالي من التحت ومن الفوق. صافي غادي نخشي هذا المول ديال الكراتان في الفران باش يدكراتينا من الفوق وياخذ لنا واحد اللون اللي كيجي زوين بزاف. وهذا الشكل النهائي ديال الكراتان ديالنا. كنتمنى البنات الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى كذلك تجربوه وتشاركوا معايا الاراء ديالكم في التعاليق. واللي اول مره غادي يشوف القناه ديالي ما ينسانيش من الاشتراك ديالو مع تفعيل الجرس باش يوصلوا كل جديد. ومع السلامه مع وصفه جديده ان شاء الله.